السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. سيدات الزمالك لكرة الطايرة تخسر من الأهلي بنتيجة 3-1. فتيات الذهب اللي الزمالك اشتراهم أو خطفهم من الأهلي خسروا من فتيات الأهلي 3-1. كرة الطايرة في الزمالك النسائية لعبة مش متشافة، والزمالك صرف فيها وراح خطف لعيبة من الأهلي، 5 أو 4 لعيبة من الأهلي كانوا بياخدوا تقريبا 200 ألف، وخلى رواتبهم 1,000,000 جنيه في السنة. الزمالك صرف في لعبة مش متشافة. كان من الأفضل إن الزمالك مادام صرف نكسب مش نخسر، يعني نصرف ونخسر. الأهلي ممكن يكون متفوق في بعض الألعاب زي ما الزمالك متفوق في لعبة كرة اليد رجال، وبيكسب الأهلي وبيكسب كل البطولات في مصر وأفريقيا. تراجع مستوى فريق اليد، كنا من الأفضل إن احنا ندعم فريق اليد بمحترف على أعلى مستوى وبعض التدعيمات من الدوري المحلي عشان ما نخسرش البطولة العربية والسوبر الإفريقي. كان من الأفضل إن احنا نصرف في لعبة تستاهل، لعبة متشافة، لعبة جمهور الزمالك بيشجعها، مش نخطف. اهتم بقطاع الناشئين في الألعاب اللي أنت عاوز تطورها موسم واتنين وتلاتة تلاقي عندك فريق قوي، مش إن أنت تخطف لاعب أو لعيبة من الأهلي وفي الآخر تخسر بنتيجة 3-1. يعني الزمالك خطف لعيبة ودفع لهم رواتب 5 أضعاف اللي كان بياخدوه في الأهلي، وفي الآخر الزمالك خسر. زي ما برضه ما الأهلي بيعمل في كرة اليد وبيصرف مبالغ كبيرة وبيخسر في الآخر. فكل واحد يركز في اللعبة اللي هو ناجح فيها. يعني مثلا الزمالك والاتحاد في الباسكت، الأهلي مثلا في الطايرة، الزمالك في كرة اليد. دي كانت الألعاب اللي المفضل إن احنا نصرف فيها. الزمالك مش عارف رايح لحد فين. لحد الآن الزمالك في ألعاب الصالات في كارثة، في كارثة. احنا هنا مش هنجامل حد على حساب نادي الزمالك، في كارثة بتحصل في ألعاب الصالات في نادي الزمالك اللي ماسكها أحمد مرتضى منصور. حتى الآن الزمالك خسر البطولة العربية، خسر السوبر الإفريقي، خسر البطولات الإفريقية كلها. داخلين على موسم جديد والزمالك صرف في لعبة بنات كرة الطايرة، والزمالك خسر من الأهلي النهاردة بنتيجة 3-1. محدش عارف الزمالك رايح فين. الزمالك داخل على مشكلة كبيرة، يا رب ما تطولش فريق كرة القدم. الزمالك آخر مباراتين متعادل وعنده مباراة طلائع الجيش، مباراة صعبة جدا جدا جدا. ليه؟ واحد، لأنك أنت متعادل آخر مباراتين ولازم تكسب، وفريق طلائع الجيش فريق قوي جدا وقدم مباراة كبيرة أمام الأهلي رغم إن هو خسر، ولكن قدم مباراة كبيرة. فريق عنده قوة بدنية عالية، عنده لعيبة يعني كويسة. فالزمالك عنده مباراة كبيرة، يا رب فيريرا يرجع لتشكيل الزمالك اللي نهى بيه الموسم اللي فات. الزمالك خسر لوسيل وخسر السوبر امام الاهلي. الزمالك محتاج يعيد حساباته قبل ما الزمالك يغرق اكتر واكتر. الزمالك لازم يفوز في مباراة طلائع الجيش اللي جايه. الزمالك لازم يتمسك بالدوري الموسم الثالث على التوالي ويكتب تاريخ جديد. لازم لعيبه الزمالك تعرف كده، ولازم فيريرا يعرف بشكل كتير جدا جدا في فرق الصالات. انا راح اخطف لعيبه من الاهلي وادفع لهم رواتب 5 اضعاف اللي كانوا بياخدوه واخسر من الاهلي، فانا كده ما عملتش حاجه. ادام صرفت لازم اكسب، ادام صرفت لازم اكسب. فتيات الذهب اللي الزمالك خطفهم من الاهلي ما طلعوش فتيات الذهب، وخسروا من الاهلي 3-1 للاسف. كمان النهارده فيريرا عقد جلسه مع الجهاز الفني للزمالك وخاصة كابتن أسامة نبيه، وطلب من الجميع التركيز الشديد خلال الفترة اللي جاية، بغض النظر عن الإشاعات إن كابتن أسامة كان ماشي وخلاص وعمل مشكلة مع فيريرا. لا، مفيش أي حاجة من الكلام دوت. كابتن أسامة نبيه مكمل في الجهاز الفني لفيريرا، وإن شاء الله الزمالك يرجع لسكة الانتصارات خلال الفترة اللي جاية. كمان النهارده شيكابالا شارك، انتظم في تدريبات النهارده بتاعة الزمالك استعدادا للفريق طلائع الجيش اللي المباراة هتكون يوم الأربعاء إن شاء الله. نتمنى طبعا كل التوفيق للزمالك، والزمالك لازم يفوز بالمباراة ديت بأي ثمن. الزمالك لازم يفوز بمباراة طلائع الجيش علشان يعود ثقة للفريق ولفيريرا، وكمان يعود لسكة الانتصارات مرة. شيكابالا طبعا بعد رجوعه من الإصابة وانتظم في تدريبات الزمالك هيكون إضافة للفريق على الدكة قبل الملعب. وكمان شيكابالا حل من الحلول في الشوط الثاني. يعني انت ما عندكش بديل هجومي، الزمالك ضعيف هجوميا لانك انت ما عندكش لعيبه هجوميه على اعلى مستوى. عندك زيزو ومصطفى شلبي، والجزيري كمان لسه راجع النهارده او هيرجع بان بكره تدريبات الزمالك، رغم ان علي معلول اللي كان معاه في نفس المنتخب رجع يوم السبت وشارك مع الاهلي في تدريبات استعدادا للمباراه اللي جايه تقريبا امام المحله. فانا مش فاهم ازاي ان علي معلول وصل قبل سيف الدين الجزيري بيومين ثلاثه. انا مش فاهم، رغم ان ده نفس اللاعب بيلعب في نفس المنتخب وكانوا على طياره واحده. فالزمالك بيتهاون في حقه. يعني الزمالك كان محتاج سيف الدين الجزيري المباراه اللي جايه دي، لان مباراه طلائع الجيش مباراه صعبه وانت ما عندكش مهاجم.
كانولا مصاب، وكمان المهاجم الصغير اللي اشتراه من وادي دجلة يوسف مصاب. كنا الافضل ان احنا نضم، او كان الافضل ان الجزيري يشارك مع الزمالك من بدري شويه، لان فيريرا بنسبه كبيره ممكن ما دخلوش قائمه المباراه، لان لازم اي لاعب يشارك في المباراه لازم يشارك في على الاقل 4 تدريبات قبل المباراه، والجزيري مش هيلحق، هيشارك تقريبا قبل المباراه تمرينه واحده، وفيريرا مش هيدخله التشكيل الاساسي للمباراه. كان لازم سيف الدين الجزيري يرجع لان الزمالك كان محتاجه، كان لازم سيف الدين الجزيري يرجع بدري شويه لان الزمالك كان محتاج. الزمالك النهارده تلقى اخطار من رابطه الانديه بنقل مباراه الزمالك الى استاد الكليه الحربيه بدلا من استاد برج العرب، لان طبعا طلائع الجيش نقل كل مبارياته من برج العرب الى استاد الكليه الحربيه، والاهلي لعب معاه في استاد الكليه الحربيه، والزمالك كمان هيلعب معاه في استاد الكليه الحربيه. كمان مباراه طلائع الجيش هتكون مباراة صعبة على نادي الزمالك. نتمنى ان فيريرا يعيد حساباته مرة تانية. احنا مش بنهاجم فيريرا، بعض الناس بتهاجمنا لان احنا بنتكلم عشان نادي الزمالك. الزمالك خسر سوبر لوسير ودعمنا فيريرا، الزمالك خسر السوبر امام الاهلي ودعمنا فيريرا، الزمالك تعادل مع انبي في اخر 5 دقائق من المباراة ودعمنا فيريرا، تعادل المباراة اللي فاتت امام المصري رغم انها كانت مباراة سهلة، يعني مباراة المصري وانبي اسهل من مباراة طلائع الجيش اللي جاية دي. ربنا يستر، ربنا يستر، والزمالك يعني ما يتغلبش او يتعادل لانها هتكون مشكلة كبيرة ويخش الشك داخل جمهور الزمالك. لازم فيريرا يعيد حساباته. زيزو بيلعب يمين، والله زيزو بيلعب يمين، لازم نعيد التشكيل الامثل اللي نهى بيه الموسم اللي فات. فيريرا لازم يلعب بالتشكيل اللي نهى بيه الموسم اللي فات عشان الزمالك يعني محتاج ان هو يرجع ياخد الثقه تاني، ثقه الفوز، وما يضيعش الدوري. الزمالك كان المواسم اللي فاتت بيخسر الدوري لان هو كان بيضيع الدوري من بدايه الدوري. الزمالك كان بينزل في اول الموسم يخسر في اول الدوري او يتعادل، فالاهلي بينهي الدوري براحته. لما الزمالك لو نزل بداية كل موسم لنهاية الدور الأول على الأقل الزمالك فايز وقريب من الأهلي فرق مثلا 3 نقط أو 4، الزمالك يقدر يعود، يقدر يكسب، ممكن الاهلي يقع، ممكن الاهلي يخسر، الزمالك ممكن يركب الدوري تاني. نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يعود لسكة الانتصارات سريعا عشان الثقة ترجع تاني لجمهور الزمالك في فريقها وفي فريقها. كل الدعم طبعا، كل الدعم من جمهور الزمالك، لازم اللحظة دي كل الدعم من جمهور الزمالك لفريرا. وكمان ما تنساش تشكيل الامثل لمباراة طلائع الجيش رغم الغيابات الكتيرة والاصابات اللي عند فريق الزمالك. نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يعني يحاول يخرج من اللخبطه اللي هو دخل فيها ديت، وان شاء الله الزمالك يفوز على طلائع الجيش في المباراه اللي جايه. وبكده نكون وصلنا الى نهايه حلقه النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.